افضل نوع ايه ومين اشتري؟ السؤال ده كان جاي لي على فيديو بتكلم فيه عن الايربودز 4. لو عايزين رايي انهي سماعه ايربودز تستاهل ان انتوا تجيبوها، ما انصحش اصلا بالايربودز، وهقول لكم ليه. اكتر سماعات انا برشحها بشكل شخصي والناس انا عارفها هي سماعات النوثينج، لان ثمنها نص ثمن الايربودز ويمكن اقل كمان من نص ثمن الايربودز، وبتديك تجربه ممتازه قريبه جدا من الاداء بتاع الايربودز، سواء الايربودز برو او الايربودز العاديه. يمكن اكبر فرق ما بينهم وبين سماعات الايربودز ان الايربودز فيها السبيشال اوديو والتحول من جهاز لجهاز عشان الابل ايكو سيستم، غير كده هتاخد تقريبا نفس تجربه الصوت. وتعالى اقول لكم بشكل سريع ايه الفرق ما بينهم وازاي تختار السماعه المناسبه بالنسبه لك. اول واحده دي النوثينج اير 2. السماعه دي تاخدها لو انت بتحب السماعات اللي فيها السيليكون تيبس وكمان فيها النويز كانسليشن. وفي نسخه تانية من النوثينج اير 2 بس هي حجمها اصغر شويه، بطاريتها اصغر شويه، والاداء بتاعها اضعف شويه، لكن الفكره انها ارخص من دي شويه. ودي هي النوثينج اير ستيك. النوثينج اير ستيك دي تختارها لو انت ما بتحبش السماعات اللي فيها السيليكون تيبس، طبعا عشان ما فيهاش سيليكون تيبس فانت كده هتضحي بالنويز كانسليشن. دي النوثينج اير اوبن، ومثل السماعه دي انها بتتلف حوالين الودن وبتبقى محطوطه على ودنك. انا عشان مؤخرا بقى عندي مشاكل في ودني، ما بستحملش السماعات اللي جوه ودني سواء بسيليكون تيبس او من غير سيليكون تيبس، فالسماعه دي كانت اريح حاجه بالنسبه لي، والاداء بتاعها كان ممتاز. لو عندكم اي استفسارات عايزين نجاوب عليها اكتبوها لي تحت في التعليقات.